تاني مفهوم هنتعرض ليه في الجزء النظري بتاعنا وهو الاسync والاويت. انا عايزك تتخيل معايا الاسync والاويت ده بشكل مختصر وبشكل بسيط كده، يعني نبسطها. انا عايز نفترض ان انا كزياد داخل مصلحة حكومية، داخل اطلع شهادة ميلاد. فلما بدخل شهادة الميلاد بخش يا باشا عايز اطلع شهادة الميلاد، بيقول لي خد رقم واستنى دورك وهنديك شهادة الميلاد بتاعتك. طب لو كل الناس بتقف على الطابور، هيحصل زحمه ومحدش فينا هيعرف ياخد شهاده الميلاد. زي ما بتلاقي ان في همج بيحصل منهم حاجه في حته معينه، فتلاقي ان الناس دي كلها دخلت في بعض، محدش اخد حاجه، والناس بتعمل مشاكل كتيره جدا. جافا سكريبت بشكل عام هي لغه ما بتعملش زحمه، او اي لغه برمجه بشكل عام انت هتتعرض لها هي ما بتعملش زحمه وما بتعملش مشاكل، وبتعمل الكومنت او الكود اللي انت كاتبه لاين باي لاين، سطر واحد سطر اتنين سطر تلاته سطر اربعه. فاللاين باي لاين ده ممكن يحصل فيه مشاكل. يحصل مشاكل ازاي؟ نفترض ان انا عامل لاين بجيب فيه نقطه معينه او بجيب فيه حاجه معينه، فاللاين ده حصل له فيه ايرور. هل هيكمل اللاين اللي بعده؟ لا، مش هيكمل اللاين اللي بعده، هيقف عند اخر لاين فيه ايرور. نفترض ان انا بكتب كود سي ما كتبتش السيمي كولون بتاعتي، فهيعمل ايرور، مش هيكمل باقي الكود. فده احنا بنحله في جافا سكريبت بشكل عام وبشكل بسيط جدا بحاجه اسمها الاسync والاوت. الاسync والاوت ده عايزك تتخيل ان احنا بندي لموظف السجل المدني اللي قلت لك عليه بروميس ده اللي هو وعد انك هتجيب الداتا دي بشكل بشكل يعني عايزك تتخيل ان احنا بنجيب الداتا دي في الخلفيه وتفضل عامل اويت. انا منتظر الداتا دي تيجي، تمام كده، انا منتظر ان الداتا دي تيجي. بعد ما الداتا بتاعتي تيجي هتعمل الاويت بتاعي وهتكمل لي بقيه الكود. طب لو الداتا ما جاتش هتعمل لي تراي وكاتش وتطلع لي ايرور. ده بشكل عام. لو جينا بقى هنا للتابلت هنلاقي ان الصوره هنا موضحه لنا حاجه حلوه جدا. في عندنا حاجه هنا بس ركز معايا في الاول اسمها الكول باك هيل. الكول باك هيل اي لاين كود انت بتكتبه بيعمل لك كول باك لحاجه معينه في لغه البرمجه. هيل دي معناها هنا خطا او ايرور او حاجه كبيره حصلت، فانا مش عايز اتعرض لهيل، فانا بعمل حاجه اسمها الاسync والاويت. الصوره هنا اترسمت بشكل عام، رسمناها ان احنا في حاجه سجل مدني، الناس كلها واقفه بتتخانق، كله عايز ياخد دوره. وده بشكل عام اللي بيحصل. اي لاين في الكود بتاعك او في الكود بريفيور او محرر الاكواد اللي انت كاتبه، الجهاز او السي بي يو بتاعك عايز يقراه لاين باي لاين. فلما سطر منهم يقف على الشباك شبه الشخص اللي واقف ده، هتلاقي ده جه وراه وده جه وراه وده جه وراه وده دوره اتعطل وده دوره اتعطل ودي دوره هتعطل. ليه يا عم زياد؟ عشان بكل اختصار احنا كلنا عايزين نشتغل، فيبدا يطلع لك الكول باك هيل او اللي بنسميه ايرور في عالم البرمجه. طيب ده حله بايه؟ حله بالاسync والاويت زي ما احنا شرحناها في الاول. بص قال لك نيو سيرفنج او خدمه جديده الاويت. الاويت دي انا بخليك تستنى، بديك النمبر بتاعك او الدور بتاعك. بعد ما بديك النمبر بتاعك او الدور بتاعك انت بتقعد تستنى، بتبقى بالترتيب، رقم واحد بيخش، رقم اتنين بيخش بعده، رقم تلاتة بيخش بعده. طب ده بشكل عام بيحصل ازاي؟ ده بشكل عام بيحصل ان انا ممكن اكتب اكتر من اسync واويت. فلو جيت بصيت انا ممكن اكتب اسync واحده تكون الام بتاعتهم، وتحتها اكتب كذا اويت واويت تانية واويت تالتة. طيب ده يا عم زياد هيعمل لي ايه؟ هقول لك بكل اختصار. ده هيعمل الاتي، هيعمل ان الاسync اللي في الاولى دي هتتنفذ كنمبر 1، وبعد كده الاويت دي نمبر 2، ودي 3، ودي 4. لو جينا رتبناهم صح هنلاقي ان الاويت دي 1، دي 2، دي 3. طب ده بيحصل ازاي او بيحصل ليه؟ ده بيحصل بشكل عام او بشكل مختصر عشان انا بدي الاسync ده امر للكود انك اقف استنى بقى الاويت بتاعتي. الاويت رقم واحد اتنفذت، خش لي على رقم 2، خش لي على رقم 3، وبعد كده كمل لي بقيه الكود. ده بنعملها في ميزه مهمه جدا في الفيتش بتاع الاي بي اي، عشان ما اوقفش الكود بتاعي وما اوقفش الدنيا بتاعتي وانا بفيتش الاي بي اي. هتشوفها في الدرس العملي في الفيديو اللي تحت ده. تابعه كويس وركز جدا في مفهوم الاسync والاوت.